أستاذ محمد يوسف، مستشار رئيس الهيئة العامة للاستثمار المصرية. أهلا بحضرتك، منورتنا. اهلا وسهلا فندم، اهلا وسهلا. حضرتك طبعا كنت موجود معانا الكام يوم اللي فاتوا في البيزنس ميشن اللي موجودة، وحابك تحكي لنا وتحكي للسادة المشاهدين عن how was the business mission وإيه الانتيتيز اللي كانت موجودة فيها. آه احنا جينا كندا، الحكومه مع رجال اعمال، الجمعيه المصريه الكنديه، مع ممثل مجلس النواب وممثل مجلس الشيوخ ووزاره الخارجيه منظمه للمنتدى الاعمال المصري الكندي والمشاورات السياسيه بين مصر وكندا. فده يعني دليل قاطع ان الحكومه المصريه بدعم البرايفت سيكتور تدعيم كامل. واحنا بنعلن برضو ان احنا في الجولات الخارجيه بنبقى مساندين ليهم لفتح ابواب الاستثمار والتجاره الدوليه بين مصر والدول المختلفه. وطبعا كندا ليها اهتمام خاص بالدوله المصريه. هيك لقيت في الميتنجز الكتير اللي انتوا عقدتوها في خلال الكام يوم دول مع طبعا جهات كندية كتير، ترشيحات مثلا احنا زرنا البرلمان. لقيت الفيدباك عامل ازاي منهم؟ هو طبعا مصر ليها معزه خاصه، يعني انا طبعا مفتخر ان انا بمثل مصر بمجال الاستثمار. مصر طبعا دوليا وعالميا واقليميا ليها طبعا اهتمام من كل دول العالم، والكنديين مهتمين جدا. احنا مساء يعني سواء قعدنا مع نواب من البرلمان الكندي، وسواء قعدنا مع رجال الاعمال ومنظمات رجال الاعمال، في اهتمام خاص. بس الناس عايزه تعرف اكتر عن مصر، عايزه تعرف اللوائح، عايزه تعرف القوانين، عايزه تعرف الظروف، المناخ الاستثماري في مصر. وبالنسبه للكنديين مهتمين فعلا بكل المقابلات اللي احنا حضرناها بمصر. شايف الوقت بتاع الميشن دي في كندا مناسبة؟ للبلدين طبعا. احنا كندا بالنسبه لي انا شفت ان الظروف الفتره الماضيه، يعني القريبه، اللي كانت فعلا من خلال اسبوعين 3 اسابيع، والتغيرات الاقليميه مع المنظور الامريكي لكندا الحالي، احنا بنقول كندا ابتدت تدور على شراكات ويعني ارتباطات خارجيه تجاريه واستثماريه وصناعيه، واهتمام خاص بدول زي مصر ليها ثقل في يعني جغرافي وتاريخي ودولي في منطقة الشرق الأوسط والمنطقة العربية. فدي طبعا كان من اهتمام مصر بالنسبة لكندا، واهتمام كندا بالنسبة لمصر. هل شايف من خلال الزيارة اليومين اللي فاتوا إن هيبقى في بوتنشال الاستثمارات جاية ما بين مصر وكندا؟ احنا استهدفنا قطاعات معينة بين مصر وكندا كهيئة الاستثمار: قطاع البترول والتعدين، القطاع الصحي يشمل الفارماسيوتيكال، ويشمل الجانب اللي هو انشاء مستشفيات والترانسفير بتاع النو هاو الصناعي في كل المجالات الصناعية المختلفة الهامة. ان الحكومة المصرية بتنادي بلوكاليزيشن، وبالنسبة برضو للانتاج المحلي وزيادة المكونات المحلية. فدي اللي كندا هيبقى ليها دور معانا، جانب الاهتمام الكنديين بالجانب السياحي. يعني انا بنروح النهارده بيتكلموا عن فلوريدا وميامي، ولما مصر عندها اقوى من يعني حقيقة من فلوريدا وميامي وبنص الثمن او اقول اقل كمان. فبالنسبه لهم اتجاه ان في عدد كبير من الكنديين بيتوجهوا للساحل فلوريدا والمنتجعات في ميامي. فدي احنا اقترحنا لهم. مصر تملك اكتر من طبعا. من يعني من الناس ما تخيلوا: اسوان، الاقصر، شرم الشيخ، غردقه، فيوم، اسكندريه، ساحل شمالي، خارجه داخله، بالنسبه لمناطق جديده. فدي بتدي الامكانيات ان يبقى ليهم اختيارات كتيره واختيارات مميزه. جو مصر 12 شهر ما شاء الله، ده بالجانب السياحي. في بالنسبه برضو امكانيات العربيات الاوتوموتيف سيكتور اديناها اهتمام كبير. مصر بقت ليها سوق دولي وليها سوق اقليمي بالنسبه الهاب بتاع الاوتوموتيف كومبوننت والاوتوموتيف. يعني المان عندنا، كوريين عندنا، اليابانيين عندنا، الصينيين جايين بكثره في المجال الانتاج صناعه السيارات ومكوناتها. فصناعه السيارات في مصر متميزه، واحنا لينا تقل دلوقتي. زائد كل الكلام ده، الكي
ستراكشر بالنسبه للاستثمار والكي تول اللي هي العماله المصريه المتميزه، العماله المصريه المتضاربه، العماله المصريه الكاليبر اللي بيدي امل لاي مستثمر باسعار. احنا بنشوف يعني السالاريز والريت بتاع العماله المصريه، مع احترامي كل الدول المجاوره، احنا من احسن الدول بالنسبه لجذب الاستثمارات فيها. اديناهم فكره ان مصر فعلا الدوله نمره واحد رانكينج في جذب الاستثمارات الاجنبيه، الاف دي اي نمبر 1 في افريكا. مصر الجيت لافريكا ريلي اتس ترو جيت لاي مستثمر اجنبي انه يدخل السوق الافريقيه بمكونات الاتفاقات التجاريه الفري تريد اجريمنت اللي مصر موقعه مع كل الدول، موقعه مع الدول الافريقيه، موقعه مع الاتحاد الاوروبي الايو، موقعه مع تركيا نفسها، موقعه مع المجموعه بتاعت نورث افريكا اللي هي المغرب وغدير، والاتفاقات مع دول امريكا اللاتينيه. ده احنا بنتكلم في دوله موقعه اتفاقات دوليه واقليميه، ما فيش دوله مع الدول المتواجده في الشرق الاوسط. حضرتك وريتني كارت وقلت لي اعمل له سكان، دي بقى عايزه احنا تشرح لنا حاجه، عنه. دي الانفستمنت اوبورتيونيتي كارد، وانت في كندا هنا قاعده في المكتب كرجل اعمال او كمستثمر بيشوف يعني بالارقام بالنسبه سكان للانفستمنت، QR code. يعمل سكاننج على الموبايل بيشوف الانفستمنت اوبورتيونيتي كلها او بالصور بيروح بكل لللينك، او لو احنا لللينك هنحط اللينك في وده يعني الانترفيو. بيبقى one of the digital things مصر متقدمه دلوقتي بالنسبه للخريطه الاستثماريه، بالنسبه لل اي الكترونيك سيستم، فدي بتبقى حاجه لمصر. وطبعا انكلودد برضو عندنا جولدن لايسنس اللي بتسهل المستثمر ما يروحش جهات مختلفه وبيركز في هيئه الاستثمار هي اللي بتديله كجولدن كل لايسنس الانفورميشن فاست تراك ده بالظبط. تمام. ميرسي جدا جدا على اللقاء ده، وسعدت بوجود حضرتك معانا في كندا وفي الميشن، وان شاء الله يكون في lot of opportunities coming. اشوف حضرتك تاني على خير. شكرا جزيلا. شكرا.